اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنكمل على الفيديو التاني اللي احنا اشتغلناه. ده تاني فيديو. الاولاني كنا اشتغلنا الكوستر. النهاردة الفكرة بتاعتنا ان احنا نقدر نشتغل على الكوستر ده ونحوله لفكرة تانية خالص. هو ان احنا هنعمل مع بعض علبة صغيرة تنفع لأي حاجة، تنفع للإكسسوارات، تنفع للفضية، تنفع للتوك، تنفع لحاجات كتير قوي. وطبعا زي ما قلت لكم المقاس والألوان في الأول وفي الآخر ليكي انتي. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنا هنشتغل على الكوستر المربع اللي احنا اشتغلناه. هنشتغل سطر او اتنين رباعي على الطرف بتاع الكوستر اللي احنا اشتغلناه. زي ما قلت لكم الثلاث فيديوهات اللي احنا هنشتغلهم ورا بعض هما تكملة لبعض، التلاتة تكملة لبعض. اشتغلنا الكوستر ده، تاني فيديو هنشتغل سطر او اتنين على الكوستر ده كده. عشان نخليها علبة صغيرة خالص كده، تقدري تعمليها كمان كفر لطفاية، يعني تقدري تشتغلي على طفاية ازاز بنفس الفكرة، بس هتراعي فيها مقاسات الطفاية، عدد الغرز بالطول وبالعرض. فهنشتغل دلوقتي سطر او اتنين او تلاتة زي ما انت عايزة. هنشتغل غرزة رباعية عادية، برضو هنراعي فيها ترتيب الالوان. لو احنا عاملينه بتصميم معين بنخلي بالنا من ترتيب الالوان. الثلاث فيديوهات كلهم غرزة رباعية. اشتغلنا الكوستر غرزة رباعية، السطرين برضو اللي احنا هنشتغلهم دلوقتي هيبقوا بنفس الغرزة الرباعية. غرزة سهلة وبسيطة وافكارها كتير قوي. هنا بشتغل اول سطر كله هيبقى ابيض ما عدا الزاوية بتاعته هتبقى باللون الغامق، وده انا مخليه بالي من ترتيب الالوان عشان الفكرة التالتة في الفيديو الجاي هيبقى بترتيب الوان معين، فانا بمشي فيها من دلوقتي، لكن انتي تقدري تعمليها باي شكل واي تصميم انتي عايزاه. انا بديكي الفكرة وانتي تقدري تعمليها بكل الالوان اللي انتي عايزاها بالترتيب اللي انتي عايزاه. هنكمل السطر التاني الاولاني ده عادي زي ما قلت لكم، كله بيبقى ابيض ما عدا الزاوية هعملها باللون الغامق. والسطر التاني كمان هيبقى نفس الشغل بتاع الاولاني، مفهوش اي تغيير خالص.
كده خلصنا اول سطر. حبيتي تعملي سطر تاني برضو مفيش مشكلة، هيبقى بنفس الطريقة. حبيتي تكتفي بالسطر ده بس هتنفع خالص. طبعا الفكرة اللي قدامكم مصغرة، حاجة صغيرة، لكن انتي تقدري تكبري عدد الغرز في الطول والعرض زي ما انتي عايزة. كده دي تاني فكرة كانت معانا. الفيديو الجاي هيبقى تكملة وفكرة تالتة هنكمل بيها على الجزء اللي احنا اشتغلناه. عايزين تشوفوا احنا بدأنا الفكرة دي ازاي، والكوستر اللي تحت اشتغلناه ازاي اللي هو المربع الاساس في الفيديو اللي قبليه. مستنياكم تكملوا معانا الفيديو الجاي، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا ويشترك. واستنونا بقى في الفيديو الجديد ان شاء الله يعجبكم. هنكمل على الجزء ده وهنعمل مقلمة، هيبقى برضو بترتيب الالوان ونفس الالوان اللي احنا شغالين بيها.